بنت في الجامعة قبل ما تنام لازم تفتح انستجرام وتشوف صور صحابها والمشاهير، بتشوف الناس عايشة حياة شكلها مثالي، سفر، خروجات، أشكال جميلة، ابتسامات. البنت دي بتطفي الموبايل كل ليلة وهي حاسة إن حياتها مملة جدا مقارنة بيهم، وتنام وهي مكتئبة من المقارنة المستمرة. أو ولد عنده 16 سنة اتخانق مع شلة من صحابه في المدرسة، ففوجئ إنهم شالوه من جروب الواتساب بتاعه. الولد جات له نوبة هلع أو بانيك أتاك حادة من الصدمة، وحس إنه مرفوض ومنبوذ، واضطروا يودوه المستشفى عشان يهدوه. خوف اجتماعي حقيقي سببه حركة ممكن تبان بسيطة لكنها مؤذية نفسيا. أو راجل حتى في أواخر العشرينات موظف في شركة، كل نص ساعة يسيب شغله ويمسك الموبايل عشان يشيك على تويتر أو تيك توك أو انستجرام بسرعة. الموضوع بقى إدمان لدرجة إنه مش قادر يركز 10 دقايق على بعض من غير ما يبص على شاشة. انتاجيته في الشغل اكيد قلت، وكل يوم بيرجع البيت حاسس انه مشتت ومضغوط لان الشغل متراكم عليه. حتى بنت عندها 14 سنه نشرت صوره عاديه ليها على الانستجرام، بعيدا يعني عن ان ده صح او غلط، حلال او حرام، وعدى ساعتين ومحدش عمل لايك غير عدد قليل جدا، ومحدش علق. البنت مسحت الصوره بسرعه لانها اقتنعت انه محدش مهتم بيها. قعدت باقي اليوم حزينه بتفكر، هو انا وحشه وممله للدرجه دي؟ هو انا فعلا ماليش قيمه عند الناس؟ الحاله المزاجيه بتاعتها بقت مرهونه بعدد اللايكات اللي بتاخدها، وثقتها في نفسها نزلت لتحت الصفر بسبب تقدير وهمي من السوشيال ميديا.